السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي الاقتصاد نعمة. اليوم إن شاء الله هنعمل مع بعض الرز الأخضر. جبت أنا حلة وحطيت فيها نص معلقة سمن وغسلت الرز. أنا في عمل الرز بتاعي بحب أشوحه في السمن تشويحتين علشان يكون دي بيخليه مفلفل وبيخليه كويس. أنا وأنا بعمل بالرز بعمل كوباية رز، فقمت عاملة كوباية مية حطيتها على حجم الخضرة وضربتها في الخلاط وخلاها تغلي واحطها على الرز. هنشوف ازاي. بعد المية والخضرة ما غليت بالشكل ده بطفي على البوتاجاز، وطبعا خدت تقليبتين للرز مع السمنة. بحط الخضرة بالمية على الرز، بحط الملح والجنزبيل. انا بحب احط الجنزبيل معايا في كل حاجه بصراحه، بيدي طعم الاكل مفيد جدا للجسم. طبعا الميه مغليه، ابص الاقي الرز غلى على طول، هوطي عليه ويا دوبك 5 دقايق هلاقيه استوي وهنشوفه ازاي. وده شكل الرز الاخضر بعد ما استوي. طبعا اللون وكده بيجذب الاطفال ومفيد فيه الماده الغذائيه. احنا عارفين فوائد الخضره للانسان ايه. وكده اكون انتهيت، والسلام عليكم ورحمه الله.